السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنتكلم على دي ان اي ريبليكيشن، تضاعف المادة الوراثية. طيب قبل ما نخش على الدي ان اي ريبليكيشن هنتكلم على موديلز اوف دي ان اي ريبليكيشن. عندنا 3 موديلز اوف دي ان اي ريبليكيشن، ايه هما؟ كونزرفاتيف وسيمي كونزرفاتيف وديسبيرسيف. ايه الفرق بين الثلاثة؟ أول حاجة عندنا الكونزرفاتيف. الكونزرفاتيف عندنا ده هنا بنسميه بارنتال ستراند أو الأولد ستراند. البارنتال ستراند لما بيجي يحصل له ريبليكيشن على حسب الكونزرفاتيف موديل بيقول ان البارنتال ستراند بينزل زي ما هو، والنيو ستراند بيبقى لوحده. نيو دبل ستراند بيبقى لوحده، والبارنتال ستراند بيبقى ايه؟ بيبقى unchanged. ده اول موديل عندنا اللي هو الكونزرفاتيف موديل. تمام؟ تاني موديل عندنا هو السيمي كونزرفاتيف موديل. بيقول ايه السيمي كونزرفاتيف موديل؟ بيقول ان البارنتال ستراند اللي هو الاولد ستراند لما بيجي يحصل له ريبليكيشن بيبقى الشكل ده عندنا. الشكل ده بيبقى ايه؟ بيبقى عندنا اولد ستراند ومعاه النيو ستراند، وقال ان الاولد ستراند ده بيبقى ايه؟ بيبقى تمبلت للنيو ستراند. ده ايه؟ ده السيمي كونزرفاتيف موديل، وده النموذج اللي صح. طب اخر واحد عندنا الديسبيرسيف. ايه هو الديسبيرسيف؟ الديسبيرسيف معناه مبعثر، يعني البارنتال ستراند لما بيجي يحصل له ريبليكيشن اللي بيحصل بيبقى حته نيو دي ان اي وحته اولد دي ان اي. ده الشكل بتاعه بيبقى الديسبيرسيف مبعثر، يعني الجزء ده مثلا اولد والجزء ده نيو. ده ايه؟ ده الديسبيرسيف. يبقى الفرق بين الثلاثه ان الكونزرفاتيف موديل بيبقى ايه؟ بيبقى البارنتال ستراند انتشينجد بينزل زي ما هو، والنيو ستراند بيبقى دبل هيليكس لوحده. طب السيمي كونزرفاتيف وده الصح. السيمي كونزرفاتيف لما البارنتال ستراند بيحصل له ريبليكيشن بيبقى ايه؟ بيبقى الاولد ستراند بيشتغل كتمبلت للنيو ستراند. الاثنين بيكونوا ايه؟ دبل هيليكس. الاولد بيبقى تمبلت للنيو. طب الديسبيرسيف بيبقى مبعثر، بيبقى حته نيو وحته اولد. ده كان بالنسبه للثري موديلز. وطبعا الدي ان ريبليكيشن بيحصل له ريبليكيشن عن طريق ايه؟ عن طريق السيمي كونزرفاتيف موديل. طيب دلوقتي نخش على بروسيس اوف دي ان ريبليكيشن. الدي ان ريبليكيشن عندنا بيمر بثلاث حاجات. اول حاجه عندنا انيشيشن، تاني حاجه elongation، تالت حاجه عندنا تيرمينيشن. طيب اول حاجه عندنا انيشيشن، ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي عندنا الدي ان ستراند موجود اهو الدبل هيليكس، بيجي حاجه اسمها بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. ده بيعمل ايه؟ ده بيروح بيدور على منطقه، المنطقه دي بتبقى غنيه في الادينين والثيامين. بيعمل ايه؟ بيعمل سيباريت للادينين عن الثيامين. ده ايه؟ ده اسمه بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. طب المنطقه دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها اوريجين اوف ريبليكيشن. يبقى تاني، يبقى احنا عندنا الدبل هيليكس اهو موجود، بيجي حاجه اسمها بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. ده بيعمل ايه؟ ده بيدور على المنطقه الغنيه في الادينين والثيامين. اشمعنى الاثنين دول؟ احنا قلناهم في حاله الدين ستراكشر، قلنا الادينين والثيامين بيرتبطوا مع بعض ب2 هيدروجين بوند، بينما الجوانين والسيتوسين بيبقى 3 هيدروجين بوند. فانه الاسهل اللي عامل له بريك هو الادينين والثيامين. فعشان كده بيجي البري ريبليكيشن بروتين كومبلكس بيدور على المنطقه اللي فيها الادينين والثيامين. بيعمل ايه؟ بيعمل سيباريت للاثنين. احنا بنسمي المنطقه دي ايه؟ بنسميها اوريجين اوف ريبليكيشن. يبقى اول حاجه عندنا في الانيشيشن ده عندنا اهو الدين ستراكشر الدبل هيليكس. بيجي ايه؟ بيجي حاجه اسمها بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. ده بيعمل ايه؟ كل اللي هو بيعمله بيروح لمنطقه، مثلا المنطقه دي، المنطقه دي بتبقى غنيه بايه؟ غنيه بالادينين والثيامين. فبيعمل ايه؟ بيعمل سيباريت للادينين عن الثيامين. اسم المنطقه دي ايه؟ اسم المنطقه بنسميها اوريجين اوف ريبليكيشن. طيب هو بيعمل ايه؟ بيعمل سيباريت الادينين عن الثيامين. تمام؟ المنطقه دي بتبقى غنيه ايه؟ ريتش ان ادينين والثيامين. ده بالنسبه لاول واحد عندنا هو ايه؟ بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. فبيدينا الشكل ده. تمام؟ الشكل ده اسمه ايه؟ احنا بنسمي الشكل ده، نركز في الاسامي دي، الشكل ده كده اسمه ريبليكيشن بابل. والحته دي اهو اللي على شكل حرف واي بنسميها ايه؟ بنسميهم ريبليكيشن فورك. يبقى اول حاجه عندنا اللي بيحصل بيجي حاجه اسمها بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. ده بيروح لمنطقه بنسميها اوريجين اوف ريبليكيشن. المنطقه دي بتبقى غنيه في الادينين والثيامين. هو بيعمل سيباريت للادينين عن الثيامين، فبيدينا الشكل ده. الشكل ده بنسميه ريبليكيشن بابل. والحاجات دي النهايات دي على شكل حرف الواي بنسميها ايه؟ بنسميها ريبليكيشن فورك. طيب
يجي تاني واحد عندنا سنجل ستراند بايندينج بروتين. ده بيعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي بقى عندنا ستراند فوق، سنجل ستراند فوق وسنجل ستراند تحت. مش ممكن الاثنين يعملوا ري انيلينج؟ ممكن. اللي فوق مثلا ادينين واللي تحت ثيامين ممكن يعملوا ري انيلينج، يكونوا هيدروجين بوند بينهم فيعملوا ري انيلينج. فبيجي هنا دول عندنا السنجل ستراند بايندينج بروتين بيرتبط بالاستراند ده، والاستراند ده عشان يعمل ايه؟ يعمل بريفنت للري انيلينج. بيمنع ايه؟ بيمنع الري انيلينج، وكمان بروتكت اجينست حاجه اسمها نيوكليسز. ايه هي النيوكليسز دي؟ احنا دلوقتي ده سنجل ستراند فوق وده سنجل ستراند تحت، في حاجه اسمها النيوكليسز. دي بتعمل ايه؟ النيوكليسز دي بتروح على سنجل ستراند، بتعمل بريك للفوسفودايستر بوند اللي هي البوند بين البي والاو اتش، بتعمل بريك للبوند دي. فبرضه السنجل ستراند بايندينج بروتين بيعمل ايه؟ بيحمي الدي ان ايه من ايه؟ من النيوكليسز. تمام؟ ده كان بالنسبه لتاني واحد عندنا. طيب تالت واحد عندنا اسمه ايه؟ الهيليكيز. ايه اللي بيعمله الهيليكيز؟ بيعمل انوايند للدي ان ايه. انوايند للدي ان ايه عن طريق الريبليكيشن فورك، بيفضل بقى بيكمل، بيعمل انوايند للدي ان ايه وبيعمل بريك للهيدروجين بوند. بريك للهيدروجين بوند. تمام؟ تاني يبقى خطوه الانيشيشن، اول حاجه عندنا الدي ان ايه دبل هيليكس اهو موجود عندنا. بيجي اول واحد اسمه بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. بيعمل ايه؟ بيروح يدور على منطقه، المنطقه دي بتبقى غنيه في الادينين والثيامين، اسمها اوريجين اوف ريبليكيشن. هو بيروح بيعمل سيباريشن للادينين عن الثيامين. طيب يجي تاني واحد عندنا بيدينا ايه؟ بيدينا الشكل ده. الشكل ده ناتج البري ريبليكيشن بروتين كومبلكس. بنسميه ايه؟ بنسميه ريبليكيشن بابل، وبيكون لنا حرفين كده على شكل حرف الواي، بنسميهم ايه؟ بنسميهم ريبليكيشن فورك. يجي تاني واحد عندنا سنجل ستراند بايندينج بروتين. ده بيعمل ايه؟ بيروح يرتبط بالاستراند اللي فوق والاستراند اللي تحت، بيعمل لهم ايه؟ احنا بنسميها ستيبلايزيشن. ليه؟ عشان هو بيمنع الري انيلينج، يمنع الاثنين دول يعملوا ري انيلينج مع بعض، وكمان بيحميهم من ايه؟ من النيوكليسز. النيوكليسز دي بتخش بتعمل بريك للفوسفودايستر بوند. طيب ثالث واحد عندنا الهيليكيز. يجي بقى الهيليكيز يقوم داخل من هنا كده يعمل ايه؟ بريك للهيدروجين بوند، يقعد يكسر بقى الهيدروجين بوند، يفتح الدي ان ايه عشان عمليه الريبليكيشن ايه؟ تحدث. تمام؟ ده الهيليكيز. كده احنا خلصنا الانيشيشن، هنخش عليه الالونجيشن. بس قبل ما نخش عليه عايزين نعرف انزيم اسمه توبو ايزوميريز. ايه اللي بيعمله؟ احنا دلوقتي الهيليكيز شغال كده اهو، شغال في كلتا الاتجاهين عشان يعمل ايه؟ بريك للهيدروجين بوند. ولكن بتقابله مشكله، الهيليكيز بتقابله مشكله، حاجه اسمها السوبر كويل. ده اسمه ايه؟ سوبر كويل. ان الدي ان ايه ملتف حوالين نفسه، فالهيليكيز ما بيقدرش يخش يعمل ايه؟ بريك للهيدروجين بوند، يعمل انوايند. فبيجي بقى بمساعده انزيم اسمه التوبو ايزوميريز. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل انوايند للسوبر كويل. يعني ايه؟ انا تخيل الشكل اهو، تبص الدي ان ملتف حوالين نفسه، فهو لا عنده ايه؟ بيعمل كده اهو، ويخلي الطريق متاح عادي. طب هو بيعمل كده ازاي؟ قدام الهيليكيز عشان يكسر ايه؟ يكسر الهيدروجين بوند. هو بيعمل كده ازاي؟ التوبو ايزوميريز عندنا فيه تو دومين، دومين اسمه النيوكليس، والدومين الثاني اسمه اللايجيز. فهو بيعمل ايه؟ تلاقي لفه كبيره، اقطع ولزق. يعني ايه؟ اقطع عشان يخلي الدين يتفرد، بعد كده يلزق القطع اللي هو عمله عشان يخلي الدين ايه؟ نفس الشكل ده كده، عشان يقدر الهيليكيز يعمل ايه؟ يكمل الانوايند بتاعه. يبقى الانزيم ده اسمه ايه؟ توبو ايزوميريز. ايه الفانكشن بتاعته؟ بيعمل انوايند للسوبر كويل اللي ما بيقدرش عليها الهيليكيز. ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا الانيشيشن. نراجعها تاني، احنا عندنا دلوقتي الدي ان دبل ستراند. بيجي عندنا اول واحد اسمه ايه؟ بري ريبليكيشن بروتين كومبلكس، بيقعد يدور على منطقه غنيه في الادينين والثيامين. المنطقه دي بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها اوريجين اوف ريبليكيشن. فهو بيروح للمنطقه دي يعمل سيبريت الادينين عن الثيامين. طيب بيدينا الشكل ده بنسميه ريبليكيشن بابل، وبيدينا حروف كده على شكل حرف الواي، بنسميه ريبليكيشن فورك. طيب يجي دور تاني واحد عندنا سنجل ستراند بايندينج بروتين. ده بيعمل ايه؟ احنا عندنا فوق سنجل ستراند وتحت سنجل ستراند، ممكن دول يعملوا ري انينينج، يرجعوا تاني كده يبقى زي الشكل ده. فهو بيعمل ايه؟ بريفنت ريني انينينج. ده اول حاجه بيعملها، بريفنت ري انينينج. تاني حاجه بيبقى فيه نيوكليسيس، النيوكليسيس دي بتخش تكسر الفوسفودايستر بوند. فهو بيعمل ايه؟ بيحمي الدي ان ايه من ايه؟ من النيوكليسيس. طيب تالت واحد عندنا الهيليكيز. ايه اللي بيعمله الهيليكيز؟ بيكمل بقى، بيخش اهو، ده الهيليكيز بيخش كده في الريبليكيشن فورك،
بريك داون للهيدروجين بوند. تمام. يجي رابع واحد عندنا التوبو ايزوميريز، قلنا ده الفانكشن بتاعته اللي هو بيعمل ايه؟ بريفنت للسوبر كويل. تمام. ده كان بالنسبه لخطوه الانيشيشن. نيجي عندنا لتاني ستيب في الدي ان اي ريبليكيشن وهي elongation. احنا دلوقتي عايزين بقى نبني نيو ستراند. طيب اول حاجه عندنا البرايميز. ايه اللي بيعمله البرايميز؟ البرايميز بيجي بيعمل لي اد ل ار ان اي برايمر. تمام. طيب هو بيعمل له اد ازاي؟ في قاعده مهمه جدا هنحتاجها في المحاضره دي، محاضره الدي ان اي ترانسكريبشن، ان بيعمل ريد، بيقرا من 3 ل 5، وبيبني سينثسايز من 5 برايم ل 3 برايم، من 5 ل 3. طيب فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ احنا عندنا اول حاجه هتحصل ان هيجي البرايميز هيعمل لي ار ان برايمر، هيجي هيقرا من 3 ل 5، هيقرا من 3 ل 5 وهيبني لي من 5 ل 3 اهو. ده الار ان برايمر من 5 برايم الى 3 برايم. ده كده اول حاجه عندنا. يبقى اول حاجه عندنا في الالونجيشن انزيم اسمه البرايميز. البرايميز ده هيجي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي برايمر، ار ان اي برايمر. هيعمل ايه؟ هيقرا من 3 ل 5 وهيبني من 5 ل 3. طب سؤال بقى مهم، احنا ليه بنحتاج الار ان اي برايمر؟ هنجاوب عليه دلوقتي. يجي بعد كده الدي ان بوليميريز تايب 3. الدي ان بوليميريز تايب 3 ده بقى اللي هيعمل ايه؟ ده اللي هيعمل سينثسايز للنيو ستراند، ده اللي هيبني لي بقى نيو ستراند. ولكن الدي ان بوليميريز تايب 3 بيحتاج الاو اتش جروب، بيحتاج هيدروكسيل جروب عشان يقدر يشتغل. فعشان كده البرايميز ضاف للبرايمر. احنا هنا البرايمر عندنا من كام؟ من 5 برايم ل 3 برايم. هنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه او اتش. الاو اتش دي بيحتاجها الدي ان بوليميريز تايب 3 عشان يبني النيو ستراند. تمام. فهيجي الدي ان بوليميريز تايب 3 هياخد الاو اتش اللي موجوده في الار ان اي برايمر، بيحتاجها عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل سينثسايز للدي ان اي، للنيو دي ان ستراند. وقلنا القاعده بتاعتنا بيقرا من كام لكام؟ بيقرا من 3 ل 5 وبيعمل لي ده كده الريد، وبيعمل سينثسايز من كام لكام؟ من 5 الى 3. فهيجي دلوقتي عندنا الدي ان بوليميريز تايب 3 هيروح هنا هيلاقي الاو اتش، هيعمل ايه؟ هيكون لي نيو ستراند اهو. كده ده اتكون عندي ايه؟ النيو ستراند. كذلك الامر بالنسبه للستراند الثاني. الستراند الثاني عندنا من كام لكام؟ من 3 ل 5. ايه اللي هيحصل؟ هيجي البرايميز بنعيد تاني، هيعمل لي ايه؟ هيضيف لي البرايمر من كام لكام؟ هيقرا من 3 ل 5 وهيبني من كام لكام؟ من 5 ل 3. قلنا عند الثلاثه بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الاو اتش. الاو اتش مين اللي بيحتاجها؟ الدي ان بوليميريز تايب 3. هيجي ياخد الاو اتش وهيعمل ايه؟ هيعمل بيلد لنيو ستراند. طيب ده كده بالنسبه ايه؟ للدي ان بوليميريز تايب 3. ولكن بقى في حاجه، احنا دلوقتي الستراند اللي فوق، انا عندي الستراند اللي فوق ماشي مكمل، فبنسميه كونتينيوس ليه؟ عشان مكمل. طب اللي تحت بص هنا ده ماشي كده، اللي تحت ايه ده؟ مفيش حاجه. فايه اللي بيحصل؟ بيتضاف برايمر تاني وبيعمل ايه؟ بيبقى على هيئه قطع، فبنسميه بنديله اسم كده لاجنج ستراند او اوكازاكي فراجمنت. هنشبهها ازاي هنا؟ هنرسم كل حاجه زي ما هي. عندنا اهو البرايمر ده اللي فوق، هنكبر الحته دي هنخليها هنا. ده عندنا اهو البرايمر، ساب لنا ال 3 برايم اللي عندها ايه؟ اللي عندها الاو اتش. جه دي ان اي بوليميريز تايب 3 هيبني لي نيو دي ان اي اهو. تمام. الستراند اللي تحت فيه مشكله. بص بقى، احنا هنا عندنا البرايمر اهو. تمام. هيجي الدي ان اي بوليميريز تايب 3 هيعمل ايه؟ هيبني لي الدي ان اي. بص ده مكمل اهو، بنسميه ايه؟ بنسميه كونتينيوس. كونتينيوس ستراند، او ليها اسم تاني leading strand. طب اللي تحت لا، اللي تحت هيحتاج كذا برايمر. ليه؟ لان ده مكمل، بينما هنا مفيش. فايه اللي هيحصل؟ هيضاف برايمر تاني اهو. هيجي البرايمريز هيضيف برايمر تاني، وايه اللي هيحصل؟ وهيجي الدين بوليميريز تايب 3 هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الدين ستراند من هنا. فاللي تحت على هيئه قطع، فبنسميه ايه؟ بنسميه ديسكونتينيوس، او الاسم التاني اللي هو اسمه ايه؟ لاجنج ستراند. بنسميه على اسم العالم اللي اكتشفها اسمه ايه؟ اوكازاكي فراجمنت. اوكازاكي فراجمنت. يبقى ايه الاوكازاكي فراجمنت؟ الاوكازاكي فراجمنت عباره عن فراجمنت كل حته بيبقى فيها الار ان اي برايمر ومع ايه؟ ومعاه نيو ستراند.
ار ان اي برايمر ومعاها ار ان اي ستراند، هي عباره عن ايه؟ مالتيبل ار ان اي برايمر. تمام؟ ده بالنسبه ايه؟ للاوكازاكي فراجمنت. يبقى تاني الحته دي، اول حاجه عندنا البرايميز. البرايميز هيجي يحط لي الار ان اي برايمر، بعد كده هيجي الدي ان اي بوليميريز تايب 3 هيبني لي الدي ان اي بتاعي. طيب في ستراند بيبقى كونتينوس، بنسميه كونتينوس، بنسميه ليدنج ستراند، ده بيكمل في الدي ان اي ريبليكيشن. طب اللي تحت بنسميه ديسكونتينوس، بنديله الاسم اللي هو لاجنج ستراند او اوكازاكي فراجمنت. ليه؟ لان اللي تحت لازم كل شويه نضيف برايمر ويجي الدي ان اي بوليميريز تايب 3 يعمل لي ايه؟ يعمل لي النيو دي ان اي، فبنسميها ايه؟ بنسميها اوكازاكي فراجمنت. تمام؟ ده كان بالنسبه للبرايميز والدي ان اي بوليميريز تايب 3. يجي عندنا الدي ان اي بوليميريز تايب 1، بيعمل ايه المعلم ده؟ كل اللي هو بيعمله احنا كده خلاص وظيفه الار ان اي برايمر خلصت. ايه وظيفته؟ وظيفه الار ان اي برايمر انه بيدي الاو اتش اللي بيحتاجها الدي ان بوليميريز تايب 3 عشان يعمل ايه؟ يعمل سنتسايز للنيو ستراند. طيب فيجي عندنا الدي ان بوليميريز تايب 1 بيعمل ايه؟ بيعمل من 5 برايم ل 3 برايم حاجه اسمها اكس نيوكليز اكتيفيتي، اللي هو بيعمل ايه؟ ريموف للار ان اي برايمر. هيجي عندنا بقى الدي ان بوليميريز تايب 1 هيعمل ايه؟ ده عندنا ايه؟ ار ان اي هيشيله، هيحط مكانه دي ان اي. ده عندنا ايه؟ ار ان اي برايمر هيشيله، هيحط مكانه ايه؟ دي ان اي. ده عندنا ايه؟ ار ان اي برايمر هيشيله وهيحط مكانه ايه؟ دي ان اي. وهكذا هيشيل الار ان اي برايمر وهيحط مكانها بدل الار ان اي برايمر هيحط مكانها قطعه دي ان اي عاديه. تمام؟ طيب في حاجه بقى بيعملها الدي ان بوليميريز تايب 3 والدي ان بوليميريز تايب 1 اسمها بروف ريدنج. يعني ايه بروف ريدنج؟ بروف ريدنج معناها احنا كده بنشبهها بمثل الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ايه اللي بيعملوه؟ ده اللي بيعملها اثنين، الدي ان بوليميريز تايب 3 والدي ان بوليميريز تايب 1. بيجي هنا بيعملوا بروف ريدنج من كام لكام؟ من 3 ل 5 برايم. عن طريق ايه؟ ان هم يروحوا ده 3 برايم ده 5 برايم، واللي تحت ايه؟ اللي تحت ده 5 برايم 3 برايم. يجي يبص من 3 برايم، يبصوا مثلا دي قطعه ادينين قصادها ثيامين، صح؟ قطعه ادينين قصادها ثيامين، صح؟ قطعه سيتوزين قصادها جوانين، صح؟ كده السيتوزين قصادها ثيامين، غلط، وقف هنا، بدل الثيامين بايه؟ بجي. اسمها البروف ريدنج، اللي هو ايه؟ بيراجعوا بقى الحاجات اللي هم عملوها، بيشوفوا لو مثلا القاعده اللي فوق مش شبه اللي تحت بيعملوا بيبدلوها. يعني مثلا لو سي قصادها تي، لا بيشيلوا التي ويحط مكانها ايه؟ يحط مكانها جي. اسمها ايه؟ بروف ريدنج اكتيفيتي. من كام لكام؟ بيعملوها من 3 برايم ل 5 برايم. دي مين اللي بيعملها؟ الدين بوليميريز تايب 3 والدين بوليميريز تايب 1. اخر حاجه عندنا اخر ما بيعمل لايجيز. ايه اللي بيعمله؟ لايجيز بيلزق، بيعمل فيوز للاند. يعني ايه؟ عندنا اهو كذاكي فراجمنت، دي حته فاضيه اهي بيلزقها، حته فاضيه اهي بيلزقها اللي هي كانت بين البرايمر والنيو ستراند اهو. ايه اللي بيعمل فيوز؟ هو اللايجيز. ده كده بالنسبه للأولينجيشن. تاني اول حاجه عندنا بتحصل في الأولينجيشن بيجي عندنا البرايميز. البرايميز بيعمل لي حاجه اسمها ار ان اي برايمر. طيب الار ان اي برايمر ده احنا ليه بنحتاجه؟ احنا بنحتاجه لان الدي ان بوليميريز تايب 3 لازم عشان يعمل الستراند الجديد بيحتاج الاو اتش، فالار ان اي برايمر بيوفر له الاو اتش دي، فبيجي عندنا الدي ان بوليميريز تايب 3 يعمل لي ايه؟ يعمل لي نيو ستراند. طيب قلنا عندنا في ستراند فوق وستراند تحت، الستراند اللي فوق ده مكمل فبنسميه ايه؟ بنسميه كونتينوس ستراند او ليدنج ستراند. طب اللي تحت لا، اللي تحت عندنا برايمر اهو، بنسميه ايه؟ بنسميه ديسكونتينوس او اوكازاكي فراجمنت. ايه هي الاوكازاكي فراجمنت؟ بيبقى عندنا مالتيبل برايمر، عندنا هنا برايمر وهنا برايمر وهنا برايمر، فبنسميها ايه؟ اوكازاكي فراجمنت. طيب كده خلصنا من اللي فوق. نيجي عندنا الدي ان بوليميريز تايب 1. الدي ان بوليميريز تايب 1 هيجي هيشيل الار ان اي برايمر ويحط مكانه ايه؟ قطع دي ان اي. وكمان قلنا في حاجه اسمها بروف ريدنج. يعني ايه بروف ريدنج؟ دي بيعملها الدي ان بوليميريز تايب 1 والدي ان بوليميريز تايب 3. بيعملوا ايه؟ بيعملوها من 3 برايم ل 5 برايم، بيروحوا بيقوا كده، لو لقوا قطعه غلط بيبدلوها بالصح. تمام. اخر حاجه عندنا اللايجيز. ايه اللي بيعملوا اللايجيز؟ بيلزق اي اند مش موجوده، مثلا اللي هو اللي كانت البرايمر والدي ان اي بيلزقوا مع بعض، بيعمل فيوز ذا اند. طيب اخر خطوه عندنا هي ترمينيشن، والترمينيشن سهله جدا. عندنا اهو الدي ان اي تمام،
امتى بتحصل الترمينيشن؟ بيحصل الترمينيشن لما تو ريبليكيشن فورك يتقابلوا، دي بنسميها طبعا ريبليكيشن فورك، ودي ريبليكيشن فورك. الاثنين دول لما يتقابلوا مع بعض كده حصل ايه؟ حصل ترمينيشن لعمليه الدي ان اي ريبليكيشن. تمام اهو كده خلاص حصل كده اهو، وحصل ريبليكيشن للدي ان اي. يبقى اخر خطوه عندنا الترمينيشن. امتى الترمينيشن بتحصل؟ لما ايه؟ لما تو ريبليكيشن فوركس ميت. لما التو ريبليكيشن فورك يتقابلوا مع بعض كده بيحصل ايه؟ بتقف عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. ده كان بالنسبه لحاله النهارده دي ان اي ريبليكيشن.